بالعجوة. دي أول وصفاتنا لشهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. الكنافة بالعجوة بطريقة هتحبوها جدا جدا. الناس اللي بتحب الحاجات الحلوة هيقولوا كان فين الاختراع والجمال ده من زمان. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي، وأوعدكم هتعجبكم جدا وهتبقى إدمان. عندنا هنا نص كيلو من الكنافة. هنحاول نفكها كده من بعض في طبق كبير بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وبعدين للنص كيلو كنافة هنضيف لها كوباية من السمنة والزبدة النيوزيلندي. أنا خلطتهم على بعض، يعني النص كيلو كنافة هنضيف له كوباية كبيرة من السمنة. أنا بضيف سمنة بلدي وزبدة نيوزيلندي، أو ممكن نستخدم الزبدة النيوزيلندي. والسمنة مهمة جدا عشان طعم الكنافة بتاعتنا. هنفرك بقى فيها كده لحد ما السمنة والزبدة يدخلوا في الكنافة كلها تكون بالشكل ده. وبعدين هنا هنبدأ نحط أول طبقة في الصينية بتاعتنا اللي مدهونة زبدة، نص الكمية بالظبط. وبعدين هنضيف العجوة أو البلح الطري بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وبعدين فول سوداني مفروم أو مكسرينه بالشكل ده بالظبط. وأنا هنا كمان ضفت سمنة أو زبدة على العجوة بتاعتي عشان تديها طعم وتبقى مستوية في الفرن حلو أوي. وبعدين هضيف النص التاني من الكمية بتاعتنا ونضغط عليها بكوباية كبيرة أو بإيدينا، مفيش أي مشكلة. هندخلها الفرن في الرف الوسطاني وهنفضل نتابعها كل 5 دقايق زي ما اتفقنا. أول ما تاخد لون كده من الجناب نفتح الشواية ونتابعها برضو عشان توصل للشكل التحفة ده. وكمان عندنا الشربات لازم يكون بارد، يعني الشربات بارد، والكنافة كمان لازم تكون باردة على الأقل من ساعة لساعة ونص بعد ما تخرج من الفرن. وشربات الكنافة زي ما حضراتكم عارفين لازم يكون تقيل، يعني بالسمك اللي قدامنا ده. الحاجات دي مهمة جدا لنجاح الكنافة بتاعتنا. لازم تجربوها بالطريقة دي والخطوات دي علشان تكون ناجحة. أهم حاجة نستخدم الزبدة النيوزيلندي، والشربات يكون تقيل وبارد هو والكنافة، ونوع البلح كمان اللي هنستخدمه، والفول السوداني يكون مكسر، ومتابعة التسوية علشان تطلع عندنا بالشكل ده. بجد جربوها، بالنسبة لكم هتبقى إدمان. أنا عارفة إن النوع ده من الكنافة مش معروف قوي، بس اللي بيحبوا الحاجات الحلوة مش هتندموا. هتعملوها في رمضان وغير رمضان. تابعونا دايما على طعمها ايه، لسه عندنا وصفات حلوة كتيرة ليكم. رمضان كريم، كل سنة وحضراتكم طيبين.